يعرف الإنسان نفسه يا إخوان على الآية هذه صفتها الجنة. ولهذا يقول بعض السلف: من أراد أن يعرف ما هو فليعرض نفسه على القرآن. تمر بك آيات والتي فيها ذكر صفات الجنة، الإنسان يعرض نفسه وينظر هل هذه الصفات أو شيء من هذه الصفات موجود لدي. عندها يا إخوان الإنسان يعرف نفسه ويعرف قدره، ولا قوة إلا بالله. الصابرين والصادقين، قانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصبر يا إخوان، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كالرأس الجسد. ولذلك يا إخوان لما أخذ أولئك الأفذاذ من سلفنا الصالح، لما أخذوا بالرأس صاروا رؤوسا،